السلام عليكم واهلا بيكم. الصين بتخطط الفترة اللي فاتت انها تستحوذ على موانئ المنطقة العربية ونفطها. تحدي قوي ومنافسة شرسة. الصين بتحاول تكسب بكل الطرق وبتسعى انها تهيمن على الشرق الاوسط وتسيطر على المشروعات الكبيرة اللي تخص المنطقة العربية وتوزعها على حلفائها، لكن بشروط، وهي انها تكون ضمن مصلحتها في الموضوع، ومش بس مصلحتها، لا، ومصلحة حلفائها كمان. يعني من الآخر عايزة تعمل تكامل اقتصادي مع الدول، فبتحاول إنها تعمل تكامل بين الموانئ المصرية والنفط العراقي. طب إيه اللي هيحصل؟ ويا ترى الصين هتقدر تعمل ده بالفعل ولا لأ؟ ولو نجحت وعملته وقدرت إن هي تعمل تكامل بين المنطقة العربية، إيه اللي إحنا كمنطقة الشرق الأوسط نحذر منه؟ كل دي وغيرها من الأسئلة هنناقشها مع بعض، وهنقول إيه اللي يخصنا تحديدا في القصة. تعال ندردش مع بعض في المراية اللي هنعكس ونقول فيها كل الحكاية. أخوكم محمد فرج يحييكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم مرة تانية. الصين بتحاول تستحوذ على الممرات المائية، وده مش دلوقتي وبس، لا، ده الموضوع كان من 2014 لما بدأت تتوسع في استثماراتها في الموانئ والممرات المائية حوالين العالم، وكان عن طريق مبادرة الحزام والطريق. وده المشروع اللي الصين بتحلم بيه من زمان جدا، واللي بيتلخص أهم أهدافه في إنشاء موانئ جديدة وشراء حصص في موانئ موجودة أصلا. وفعلا قدرت ان هي تحقق جزء من حلمها، واستحوذت على حبه حلوين من الممرات المائيه عن طريق شركه تشاينا سبورت هولدنج، وقدرت ان هي تسيطر على 60% من ميناء جبل علي الاماراتي مقابل 5.8 مليار دولار. كمان قدرت انها تنشئ ميناء شينغيانج في خليج غينيا، واللي يعتبر من اكبر الموانئ في العالم. وطبعا مصر كان ليها نصيب برضو من عمليات الاستحواذات المائيه دي، وقدرت تستحوذ على حصة 40% من ميناء العين السخنة، وده تاني أكبر ميناء في مصر في حجم حركة الحاويات، وده كان مقابل 28 مليون دولار. هتسألني وتقول لي يا ترى الصين وقفت على كده؟ لا يا ريس، دي كانت لسه بتقول يا هادي السنة اللي فاتت استحوذت شركة سينوبيك الصينية على حصة بتقدر ب 60% في ميناء دمياط، وده تالت أكبر ميناء في مصر من حيث حجم الحاويات مقابل 1.5 مليار دولار. ده غير ان شركة سيسبورت الصينية استثمرت لوحدها في الموانئ المصرية اكتر من 1.5 مليار دولار، وبتتعاون مع البحرية المصرية في ان هي تصنع محطة حاويات في قاعدة ابو قير البحرية. ده غير امتلاك الشركة الصينية في بورسعيد والعين السخنة وغيره وغيره. كمان من ضمن خطتها هي حركة قناة السويس والملاحة المسيطرة على قناة السويس، وهدفها إنها تعزز من تجارتها واقتصادها عن طريق تسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والممرات المائية اللي بتملكها وبتتحكم فيها. لأن في عالم الاقتصاد اللي هيمتلك الموانئ كأنه معاه الذهب والألماس كمان. مصر قفلت الملف اللي كان هيكون فيه تأمين إمدادات الصين من السلع زي النفط والغاز، لأنها كانت عن طريقه هتسيطر على الموانئ والممرات المائية اللي هتعدي عن طريقها السلع، خصوصا إن الصين عايزة تسيطر على الممرات وتزود من نفوذها السياسي في الدول اللي عندها موانئ. وعشان كده الصين بتسعى إن هي تكون موجودة في المنطقة العربية وخصوصا مصر، وكلهم عارفين يعني إيه مصر، سواء في آسيا ولا في أفريقيا أو في الدنيا كلها. إيه بقى أهمية الموانئ المصرية بالنسبة للصين؟ بص يا ريس، مصر عندها حوالي 20 ميناء بحري سواء عامة أو خاصة، ويعتبر أكبر شبكة من الموانئ البحرية موجودة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ودي تعتبر من أهم المراكز الاقتصادية في مصر، لأنها بتوصل للعالم الخارجي وبتوصل لأي حتة، وبتقوم بدور مهم جدا في حركة التجارة والنقل، ومن أهمهم ميناء الإسكندرية والسويس، وده مهم جدا في حركة التجارة العالمية وبورسعيد، وده مهم في حركة التجارة بين مصر والشرق الأوسط واللي موجود على مداخل قناة السويس، وده مهم تاني في عمليات التجارة اللي بتكون بين مصر والخليج. ده غير ميناء دمياط واللي عبارة عن بوابة للتجارة والنقل بين مصر وأوروبا واللي موجود على البحر المتوسط. في 2020 البضائع في الموانئ وصلت ل 110 مليون طن، وفي 2022 وصلت ل 5.5 مليون حاوية. ده غير ان مصر عندها موانئ مهمة جدا في حجم البضائع وحركتها التجارية، وعشان كده الصين حطت خط
إنها تقدر عن طريقه تستحوذ بيها على الموانئ المصرية، وبدأت تنفذها في 2014. وقالت إنها عايزة تزود استثماراتها في موانئ الدول النامية، واللي كانت شاملة إنشاء موانئ جديدة وشراء حصص في الموانئ اللي موجودة بالفعل، وده كله تحت مبادرة الحزام والطريق. وفي حالة لو استحوذت الصين على الموانئ هيكون ليها أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه هيخلي ليها عضوية رئيسية في حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهتكون عبارة عن مضيق مهم قوي في إنها تربط بين دول آسيا وأوروبا والبحر الأحمر. ده غير يا ريس الوضع الاقتصادي واللوجستي اللي هتتمتع بيه في المنطقة. وعشان كده مصر مهتمة إن هي تطور الموانئ. لكن في نقطة مهمة هنا لازم تعرفها: الاستحواذ، وحط تحت الاستحواذ خط، هيكون على التشغيل مش استحواذ بالتملك. يعني الموانئ بتاعتنا هتفضل ملك لينا عادي جدا ومش هتكون للبيع. كمان مصر الفترة اللي جاية بتخطط ان هي تبني من 7 أو 6 يعني موانئ جديدة على البحر الأحمر والمتوسط. الصين بتستحوذ على النفط العربي. ايه الحكاية بالتفصيل؟ السنة اللي فاتت الحكومة السودانية منحت الصين صلاحية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة الهلال لمدة 30 سنة. الاستحواذ ده هيمنح الصين إنها تسيطر على جزء كبير من احتياطات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، وده هيخلي فيه تعاون كبير بين الصين ودول المنطقة كلها، خصوصا مصر كمان. الصين الفترة اللي فاتت بقت بتضخ استثمارات ضخمة في قطاع النفط والغاز الطبيعي في المنطقة العربية، وبقى ليها موانئ تصدر عن طريقها النفط والغاز الطبيعي لأي دولة في العالم. وعشان الصين مش مكتفية باللي معاها، لا دي راكبة قطر الطموح وماشية. قررت ان هي مش هتكتفي بمنطقة الهلال النفطي وبس، لا دي كمان عايزة تستحوذ على نفط الدول العراقية او الدول اللي جنب العراق بما فيهم العراق، اللي بتتكامل تحديدا مع منطقة الهلال. والصين قدرت ان هي تمتلك استثمارات كبيرة في قطاع النفط في العراق، وانها تشارك في تطوير حقول النفط والغاز في البلاد. وده مش الفترة الحالية، لا ده القصة دي شغالة من 2009 لما شركة بي سي الصينية عملت عقد مع الحكومة العراقية عشان تطور حقل الروميلة النفطي العملاق. ومن الوقت ده زادت الاستثمارات الصينية في النفط العراقي بشكل كبير. كمان الصين بتشارك في تطوير حوالي 13 حقل نفطي وغازي في البلاد. وصل حجم استثمارات الصين في النفط العراقي لحوالي كده 25 مليار دولار. كمان الصين بتمتلك حوالي 25% من إنتاج النفط العراقي كله، ومن المتوقع أنه يوصل حجم استثماراتهم ل 50 مليار دولار خلال الفترة اللي جاية. والشركة الصينية أعلنت إنها فازت بصفقة استحواذ على حصة 70% في حقل جامبول النفطي في العراق، والحقل ده يعتبر من أهم حقول النفط الرئيسية في العراق، وقدرت إنها تستحوذ على 70% من الحقل. وبعد الصفقات دي كلها الصين هتكون الملك الأكبر لحقل صنقور النفطي، واللي احتياطات النفط فيه بيكون حوالي 6 مليار برميل، وقيمة الصفقة 5 مليار دولار. الصين كمان عايزة تستحوذ على حقل غرب الأورانا، واللي يعتبر أهم الحقول في العالم وهو تاني أكبر حقل نفط في العراق، وده بعد حقل الروميلة. يعني من الآخر الصين حابة تحسن وضعها اقتصاديا وتستحوذ على أهم صفقتين: الموانئ والنفط العربي. وكل ده أمريكا بتعتبره تهديد جديد ليها ولأمنها ولسياستها اللي عايزة تمشي العالم كله بيها على مزاجها. يا ترى انت ايه رأيك في الكلام ده؟ قول لنا بقى رأيك في التعليقات في موضوع النهاردة. ولو شايف ان القصة دي هتفيدنا قول بكل صراحة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وسبسكرايب لو بتشوفنا لأول مرة. السلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.